مساء الفل. الواحد كان افتكر ان هو خلص خلاص من مرتضى منصور وممدوح عباس والصراعات اللي موجودة واللي عايشين فيها بقالنا 20 سنة. بس اكتشفت مؤخرا ان احنا مش هنخلص منهم للاسف. يعني ازاي مش هنخلص منهم؟ ممدوح عباس مش هيرشح نفسه في الانتخابات. امال هيعمل ايه؟ هيعمل واجهة ليه هي اللي ترشح في الانتخابات، اللي هي مين؟ اللي هي حسين لبيب. للاسف الراجل الناس كلها او مش ناس كلها، يعني معظم الزملكاويه مبسوطين. راجل محترم واسلوبه هادي رزين وبيعمل بيانات حلوه ومترتبه ومش عارف ايه، والراجل تريشيك وكان ماسك النادي 6 شهور وجدد لكام لعيب والكلام ده كله. طيب تعال كده ايه، حاجه حاجه. ممدوح عباس ادى مكافآت للعيبه من سنين السنين السنين في ال6 شهور او ال3 شهور لو كان ماسكهم، بتاعه المجلس اللي هو كان ماسكه فتره لما كان مرتضى مش موجود. خلاص دي رقم واحد. رقم اتنين، لما طلع في لقاء مع احمد موسى وسأله عن ممدوح عباس وكذا شخصية، قال له احنا على اتصال دائم بالناس كلها ومفيش مشاكل مع حد. يعني دي رقم اتنين، معنى كده ان هو على اتصال بممدوح عباس. فكده حسين لبيب هو الواجهة الجديدة لممدوح عباس. بيطلع في اللقاءات الصحفية، يعني طلع في اللقاء اول لما قالوا مرتضى خلاص مش موجود، تاني يوم طلع. تاني يوم يعني مش قادر يستحمل يقعد شويه مثلا، لا تاني يوم طلع قال لك انا اترشحت خلاص وانا اترشح، وقعد بقى يتكلم واحنا كلها بصيغه الجمع عشان يكسب ود الناس. يعني اللي هو مش راجل فردي، لا راجل جماعه وكلامه مترتب وكلمتين انجليزي ومش عارف ايه والكلام ده كله. ف ماشي. لكن يقعد امبارح ولا اول امبارح مع اسوريو ويتكلم معاه بصفتك ايه؟ يعني انت بصفتك ايه طالع تتكلم مع المدير الفني او رايح تتكلم مع المدير الفني؟ انت مرشح، اهلا وسهلا يا حبيبي، لكن انت رايح تتكلم معاه بناء على ايه؟ والناس الثلاثه اللجنه الثلاثيه دي سايبينه داخل ازاي؟ وسايبينه قاعد مع الراجل ده ازاي؟ مش عارف. وفين المسؤول عن الكوره؟ كابتن عبد الواحد السيد فين؟ سايبه يقعد معاه بصفته ايه؟ يعني هو لو جاي كده عايز حضرتك بصفتك ايه عايز تقعد مع المدير الفني يعني؟ وراجل طلع بعد كده قال لك انا اتمنى ان حسين لبيب يكون رئيس نادي الزمالك. اي هرتله عشان اعلاميه، عشان الراجل ده يتبروز عشان يمسك الزمالك، وهيصرف عليه اعلاميا كتير قوي وجوه النادي، وهيتعمل له شعبيه جامده قوي 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 عشان دوت الواجهه بتاعه ممدوح عباس. فاحنا مش هنخلص، وهيطلع من مرتضى من السجن وهيقعد يطعن ويرفع قضايا قواضي وقواضي وقواضي عشان ده الواجهه بتاعت ممدوح عباس، وهنقعد نلف 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 في نفس الخراره اللي احنا عايشين فيها بقالنا كتير قوي دي. احنا عايزين ايه بقى؟ عايزين واحد بره الناس دي كلها خالص. عايزين واحد يمسك الزمالك ملوش دعوه بالصراعات دي كلها خالص، ولا تبع حد خالص، ولا محسوب على حد خالص، ولا اي حاجه خالص. واحد نضيف كده ابيض، وانا جاي كده لوحدي كده، ويكون ذو واجهه او ذو خلفيه اقتصاديه. بس مش عايزين حاجه تاني. واحد عنده خلفيه اقتصاديه هيجي يمسك النادي، هيجيب تحتيه كل واحد فاهم في دوره، الشغل زي الفل، ولا دعوه بممدوح عباس ولا دعوه مرتضى منصور، عشان احنا زهقنا من الجوز. والجوز هما سبب المشاكل، ياخدوا بعض كده وينزلوا يأجروا بقى محل يقعدوا يضربوا بعض فيه، ولا يعملوا اي حاجه فيه، ولا يعملوا اي حاجه مع بعض. لكن احنا خلاص، احنا قضينا وزهقنا وشربنا من الخراره لما خلاص خلاص الموضوع خلص خلاص يعني. فاحنا مش مستحملين اي حد تاني. شكرا.